ومين مدرب النادي الاهلي الجديد؟ برونو لاج مدربا للنادي الاهلي ولا حسين عموته مدربا للنادي الاهلي؟ ما تقول لنا يا عم سمير مين هو مدرب النادي الاهلي الجديد؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه ما تنساش زي ما متعودين تصلي على النبي، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. كل الاخبار دلوقتي بتقول لك ان حسين عموته اهلاوي، وطلع علينا ابراهيم فاي وقال لك حط حسين عموته على الشاحن بنسبه 90%. حسين عموته اهلاوي. لو مش بس كده، قال لك كمان ان حسين عموته جاي ومع 5 معاونين من ضمنهم مدرب حراس مرمى اجنبي. وطلع علينا صاحبي محمود شوقي وقال لك ان حسين عموته وقع كل حاجه مع النادي الاهلي، وهياخد مع النادي الاهلي 220 الف دولار هو وجهازه المعاون، وفي كمان شرط جزائي بقيمه 3 شهور. ايه رايك بقى في حسين عموته مدربا للنادي الاهلي، ولا كنت تحب النادي الاهلي يتعاقد مع مدرب اجنبي؟ ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات. وفي الفيديو الجديد هقول لك على ارقام حسين عموته مع اخر فريق دربه وهو الجزيره الاماراتي. ربنا يستر وما يكونش زي ياسوس روب وخسير بيرو. عايزين مدرب كويس، مدرب يعمل حاجه مع النادي الاهلي، مدرب ياخد كل البطولات، يكتسح البطولات كلها، لان النادي الاهلي متعود ان هو لما بيدخل بطوله ما ينفعش يخسرها. بس كده، يلا سلام.